بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. صديقي العزيز، النهارده كان في اجتماع بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم، وتم اختيار فيه نواب باتريس موتوسيبي. ابو الكباتن، واحنا امتى ان شاء الله باذن الله كده هنختار حد بديل لموتوسيبي؟ والله يا صاحبي يدينا ويديك طول العمر. المهم يا صديقي ان تم انتخاب الخمس نواب بالنسبه لمستر باتريس موتوسيبي. النهارده كان في اجتماع في اللجنه التنفيذيه، وانعقد في العاصمه الغانيه اكرا، وشاهد فوز رئيس الجامعة الملكية فوزي لكجع، واختياره كنائب أول لرئيس الكاف مستر باتريس موتوسيبي، وتم اختيار رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم كورتو دوين اوكراكو نائبا ثانيا. طب والثلاثة الباقيين ابو الكباتن، وليد سادي ما عداش جنبهم؟ لا، وليد سادي ما جاش اصلا. ليه؟ هو عارف اللي فيها. وتم انتخاب الجابوني بير الان مونجوجوي، هو اسمه مونجوجوي، كنائب ثالث، الى جانب باستين كازادي من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه كنائب رابع للرئيس، ثم فيصل سادات من الموزمبيق نائبا خامسا. لا حرفيا يا صديقي العزيز، هم دول الخمس نواب. طبعا القائمه هنا ما فيهاش السيد وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري. ووليد صادي اعتقد لما عرف ان هو مش، يعني اعتقد، لا وليد صادي حضر تقريبا، وليد صادي اعتقد حضر، بس عادي يعني. بالنسبه لوليد صادي هي فكره الوجود حاليا يكفي، يعني هي فكره التواجد حاليا في الكاف يكفي. ليه فكره التواجد حاليا في الكاف يكفي؟ لان الجزائر كانت بعيد لفتره طويله، فالجزائر لسه بتحاول تبني ارضيه، يعني لسه بيحاولوا ان هم يبنوا ارضيه داخل الاتحاد الافريقي، لان هم كانوا بعاد بقى لهم فتره، فالتواجد حاليا هو الاهم. لان انت عارف الاتحاد الافريقي مش عباره عن موائمات، لا مؤاخذه، مش عباره عن ده مساحب ده وده عامل مجموعه مع ده، فلسه صادي لسه جديد في الشغلانه ولسه داخل تاتا. استنى على صادي ده كمان سنه او اتنين تلاته، هتلاقي صادي بسم الله ما شاء الله يعني دخل في البرتيتا وكلها مشيت مع بعض. ابو الكباتن، انا حاسس من كلامك كده انك بتقلل من الاتحاد الافريقي. ولد، انا ما بقللش من الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي اصلا قليل لوحده، وقلل منه اكتر من كده يا عم صلى على النبي. المهم اختياره للنواب بتوعه، اعتقد ان هو اختيار دور على الاكثر شعبيه ودور على الاكثر قوه، عشان كده صادي مش فيهم. ده الملخص لو انت عايز تعرف الليله ماشيه ازاي. صادي مش فيهم عشان صادي نوعا ما لسه مش بنفس القوه اللي بيتمناها البعض او بيحلم بيها البعض. هل ده هيأثر كتير في مجرى اداره كره القدم الافريقيه؟ يا عم ولا هي مش مجرى، هي مجاري بس. تمام يعني، ان شاء الله باذن الله يوم من الايام ينصلح حال الكره الافريقيه. شكله مش هينصلح قريب، بس نتمنى ان هو ينصلح قريب، يعني اتمنى، يعني مجرد تمنيات. ابو الكباتن، انا شايف انك حاقد وحاسد يا ابني. مفيش حد في الكره الافريقيه دي يستحق ان انت تحقد عليه او تحسده. ودي كره افريقيه عبيطه ومنتج زباله بيتقدم، وفي عصبيه بس هي اللي طالعه من ورا المنتج الحقير ده. يعني من الاخر كده، كل اللي في الكره الافريقيه ده عباره عن هاري وفاري، منتجات سيئه تتقدم، دوري ابطال افريقيا سيء بيتقدم، بطولات افريقيا للشباب مستوى سيء بيتقدم، بطولات افريقيا للكبار مستويات سيئه بتتقدم، وفي الاخر تلاقي شويه هجاسين يقول لك اصل الكره الافريقيه بتتطور. لا بتتطور ولا عمرها تتطور بالشكل ده. يلا.